ايه هي جريمة البلطجة واستعراض القوة؟ عرف المشرع المصري جريمة البلطجة واستعراض القوة بأن هي أي أفعال إجرامية يقوم بها فرد أو مجموعة من الأفراد بهدف ترويع الآخرين باستخدام العنف أو التهديد به بهدف فرض السيطرة وإرغامهم على فعل شيء أو الامتناع عنه، وهي من الجرائم اللي بتهدد السلم العام، وليها حالتين. الحالة الأولى الحالة البسيطة. الحالة البسيطة دي اللي هو بيكون التهديد باستخدام العنف أو التلويح باستخدام العنف من قبل شخص واحد، ومش شرط إنه يكون اعتدى على الشخص اللي تم تهديده أو ضربه أو اعتدى عليه جسديا، يكفي إن هو يكون هدده باستخدام العنف. في الحالة البسيطة دي بتكون عقوبة الجريمة لو تم إثباتها على الشخص اللي ارتكبها الحبس مدة لا تقل عن سنة وبمدة لا تجاوز ال3 سنوات. طب في الحالة الثانية اللي هي الحالة المشددة واللي بتتحول فيها الجنحة لجناية، المشرع حط بعض الاشتراطات. أولها إن يكون التهديد ده من شخصين أو أكتر، وإنه يكون تم استخدام سلاح، سواء كان السلاح ده سلاح ناري أو سلاح أبيض، وسواء تم استخدامه بالفعل أو تم التلويح باستخدامه. يعني لو هو معاه سنجة أو معاه طبنجة وهدد باستخدام الطبنجة دي أو السلاح ده، فده كده من الظروف المشددة اللي وضعها المشرع. طيب الحالة الثانية إن الجريمة تكون تم ارتكابها في مكان عام أو في طريق عام أمام المرأة. الحاجة الثالثة إن يكون الفعل تسبب بضرر جسدي أو نفسي جسيم على الشخص اللي تم الاعتداء عليه. طيب في حالة المشدد إيه حكم الجريمة بتاعة البلطجة واستعراض القوة؟ حكم جريمة البلطجة واستعراض القوة بيكون السجن المشدد أو المؤبد، وفي أوقات بتوصل للإعدام. طيب نرجع تاني لأول حالة، هل لابد أن يكون الشخص اللي تم تهديده اتضرب أو فعلا جراله أي إصابة أو حصل له أي حاجة من الحاجات اللي احنا حددناها دي؟ مش شرط. قلنا أن الشرط أن يكون تم تهديده بالفعل، وأنه حتى لو التهديد ده مجرد تهديد لفظي وتم ترويعه بيه، فهنا بتقع أو بتثبت جريمة البلطجة واستعراض القوة. وشكرا.